السلام عليكم، معكم كريمة أو مرحاب. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد الكيكة يومية اللي كتجي لذيذة بالموز وخفيفة. هنايا غادي نحتاج 2 حبات ديال البيض اللي كيكونوا بحرارة المطبخ. غادي نديرهم في واحد الإناء، ممكن ديروا في الخلاط الكهربائي. هنا عندي حبة ديال الموز، كاس الا ربع ديال السكر، كاس الا ربع ديال الزيت، قبيصة د الملح، عندي ياغورت بالنكهة الموز وساشيه ديال الفاني. غادي نطرب مزيان هاد المكونات حتى كينسجم ليا الخليط. من بعد هنا عندي حبيبات الشوكولاته تقريبا واحد 2 معالق كبار اللي كانوا في المجمد، لبستهم بواحد المعلقه ديال الدقيق باش ما كينزلش ليا هادوك حبيبات الشوكولاته في الكيكه لتحت. هنا غنضيف الكاس الاول ديال الدقيق 2 خمارات، غنضيف الكاس الثاني ديال الدقيق ونخلط مزيان هاد المكونات. غنضيف لهم من بعد ما كنخلط غنضيف لهم كاس ثالث ديال الدقيق، لاني انا غادي في العجين او الخليط يكون ثقيل. هنا الكاس معامرش ديال الدقيق اللي ضفت. الخليط كيكون على هذا الشكل، يعني كيكون عاقد شويه بصعوبه باش كيهبط. هانتوما هنا مباشره غنضيف له كاس عامر ديال الحليب اللي كيكون طايب. مباشره نكبو على الخليط، نحرك مزيان المكونات حتى كينسجموا ليا، وغادي نضيف حبيبات الشوكولاته. غندير واحد التحريكه خفيفه. المول ديالي راني دهناه بالزبده وملبساه بالدقيق ودايراه في المجمد على الاقل واحد نص ساعه. غادي نخوي الخليط ديالي في المول. هنا ممكن تزينوه من الفوق باش ما بغيتو، ممكن تخليوها غير هكا. انا هنا درت الشوفان وحبيبات الشوكولات فوق منها. الفران راه سخون مزيان. غادي ندخل الكيكه ديالي ونقص عليه حتى لحد تقريبا حتى 150 درجه. كنخليه شاعل من التحت حتى كطيب ليا وتنفخ مزيان، عاد كنشعل عليها من الفوق تحمر. من بعد ما كتحمر كيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه. هنا ممكن تكتفيو بداك التزيين اللي درتو، او ممكن ديروا بحالي. هنا درت خطوط ديال الشوكولات الاسود دايب، يعني ما تديوش على التزيين ديالي. هنا درت خطوط عشوائيه. وهذه هي الكيكه، راها كتجي خفيفه بزاف، كتجي لذيذه، كتجي غزاله. جربوها. جات رائعه جدا. نتمنى تنال الاحسان ديالكم او الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من التعاليق الزوينه كالعاده. نتمنى الوصفه هذا النهار تعجبكم وتطبقوها، وشكرا لكم على الوفاء ديالكم. والسلام عليكم.